الهادي الذي ذكر الله عز وجل في الحديث القدسي الذي ذكرناه في المرة السابقة حين قال: يا عبادي كلكم ضال. خلي بالك، إياك أن تغتر بعلمك، فكم من عالم ضل وكم من فقيه زل. ألم تسمع إلى بلعام بن بعوراء؟ هل سمعتم نبأ بلعام بن بعوراء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه؟ فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا عن الله هو الهادي. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنى، يعني اللي عايز يمشي ورا حد اوعى يمشي ورا حد حي، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما عدا. مش أعظم من العالم بعوراء، مش أعظم من ذلك المؤذن الذي كان يؤذن دائما فإذا به امرأة نصرانية فتعجبه ثم يذهب إلى خطبتها فيقول له أهلها: إننا لا نخطب بنتنا إلا لمن على ديننا، فيتنصر من أجل هذه المرأة. وكان يؤذن وأطول الناس أعماقا يوم القيامة، ومن أعظم الأجر يوم القيامة في الدنيا أعظم شرط أن يكون الإنسان مؤذنا. ثم بعد ذلك في يوم بنائه ودخول على هذه المرأة صعد على السلم الخشبي فسقط فانتصر قامته خسر الدنيا والآخرة. تصور الرسول قعد 13 سنة في مكة، كانوا بالكثرة وهم أكثر الناس ولو خلصت المؤمنين. ولو كانت بالكثرة الكاثوليك أكثر مننا في العالم، والنصارى أكثر مننا في العالم، والبوذيين ملايين الناس في العالم. هي مسألة بالكثرة، مسألة من معه الحق. ابن مسعود جاء تلميذه يوما فسأله فقال له: فإن لم تكن هناك جماعة فماذا أفعل؟ قال: كنت أظنك أفقه من هذا. الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، مش بالكثرة. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم حزن جدا من عدم استجابة الناس، صار قعد 13 سنة. طب ده هو أول من نوح عليه السلام. نوح عليه السلام قعد 1000 سنة إلى 50 عام ما استجابش له إلا بدخول 80 واحد، وما آمن معه إلا قليل، وقال: اذكروا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي غفور رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استجابش معاه 300 واحد، فكان حزين. فماذا قال الله عز وجل له؟ ماذا قال الله له؟ قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي رزقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية عشان يقولوا فيها. فلا تكونن ده بيقول أصلا بخط عليه، فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين، الهداية مش لك إن عليك الإرشاد والهداية دي. فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، واللي ما يسمعوش واللي ما يهتدوش واللي ما بيعملوش موتى، والموتى يحشر والموتى. انما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم اليه يحشرون. احنا نسينا الموضوع ده، او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل. اوعى محمد ابويا، أم خالد الشيخ، أم خالد العالم، أم خالد الأحبار، أم خالد الرهبان، مالكش عذر، انتهى عذرك. قال العلماء: لا عذر في التوحيد بالتقليد، أن تقولوا يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل
وكنا ذرية ما احنا كناش عارفين. النصراني يجي يقول والله انا ذنبي ايه؟ انا لقيت ابويا طلعت لقيت ابويا نصراني فتنصرت، واليهودي لا، انت ما دمت وصلت وبقالك عقل تفكر فيه العقل مناط التكليف. ما فيش حد ابدا يغرك ابدا، لا، انت ليك عقل تفكر فيه، والله قد جعل على الحق نورا. ليك عقل تفكر فيه، انت ستحاسب على عقلك وستحاسب وحدك وستوقف امام الله وحدك. يوم يقول احشروا الذين ظلموا وازواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم. هكذا قف انهم مسؤولون، كل واحد مسؤول. يوم يقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين. احنا كنا واثقين فيه، بس انا واثق في الشيخ ما هوش حاجه غلط. بعد الرسول ما فيش حد معصوم. ده ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر اختلف مع نفس المساله، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له قال ابو بكر، قال اقول لكم قال صلى الله عليه وسلم، قال له قال ابو عمر قال عليكم يوشك اسمع ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول لكم قال رسول الله وانتم تقولون قال ابو بكر وعمر. لا عصمة لاحد بعد رسول الله ولا حتى ابو بكر وعمر. حتى ابو بكر وعمر لما يتبعوا عقلا يشوف صح ولا لا. انكم كنتم تأكلون على اليمين، يعني انتم كنا واثقين فيكم. لا، ما في صدق الا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا انكم كنتم تأتون على اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم الضال المضل، الشيخ والتعب، الحق والعدل، العالم والمتابع على البعض، يرجع بعضهم الى بعض القول. يقول الذين استضعفوا الجهل بالمساكين ورعى نفسهم مساكين مش هينفعكم بالله. ربنا هداك والى الحجه البالغه. اخذ عليك ميثاق الزرع ثم اخذ عليك ميثاق الفطره وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأن هدى وعلم الفن لازم تعرف كده، هدى إرشاد وهدى توفيق. هدى الإرشاد يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه أرشد الناس كلهم. ولذلك ربنا مرة يقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ وإنك لتهدي، اسمع، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومرة ثانية يقول إنك لا تهدي، مرة يقول إنك لا تهدي، مرة إنك لا تهدي، مرة يقول إنك تهدي، مرة يقول إنك كذب. وفيه ولا ما بيهدي؟ مرة يقول وإنك لا تهدي بالتأكيد لا مؤكدة، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. والمرة الثانية يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليه؟ لأن الهدى نوعين، الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا وأنت وكل الناس عليهم هدى، نوع من الهدى الأولاني بس هو هدى البلاغ والإرشاد. كل الناس سمعت الحق. واحد جاي يقول يعني أنت الناس اللي بتحضر في المسجد يعني دول كام بس 200 300 400 مثلا، ايه الفايده يعني؟ هيقولوا ايه الناس دي لما هتفهم يعني؟ نصهم ما بيفهمش حاجه ولا كلام، نصهم ما بيفهمش واللي بيفهم ما بيعملش. انت بتعمل ايه يعني؟ يعني ايه هدفك انك انت تقعد تقول مش عارف الناس دي هيحاسبوا انفسهم ويدعي ان انا بهاجمهم؟ يعتبر دي مهمه، الواحد يقول الحق ويظهر الحق في بيهاجمني. انا قلت له يا ابني ايه افهم؟ انا ليس علي هداهم، أنا ربنا سبحانه وتعالى أخذ مني الميثاق أن أبينه للناس ولا أكتمه. اسمعني واحد، اسمعني اثنين، اسمعني ثلاثة، ما يسمعنيش حد. أنت يا ابني ما تعرفش الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الرسول قال فيه يأتي الرسول يوم القيامة وليس معه رجلان، ما حد سمع عليه الاثنين،
هل انا عشان ما اخش الاثنين خلاص بقى انا مش هقول لحد ده الاثنين بس اللي بيحضروا اللي ما يسمعوش ان شاء الله. وبعدين اسمع اللي بعد كده، والرسول ياتي ليس معه الا الرجل، يقول خلاص الرجل واحد بس مش هقول يا ابني ما تفهم يا ابني. انتوا ما لكم على تذكره المعرضين كانكم جمهور مستنفره خضراء بدون قسوره. وبعدين الرسول ياتي ليس معه احد، الرسول ليس معه احد يتوقف عن البيان، يتوقف عن الانذار، يتوقف عن البيان عشان ما فيش حد يسمعه. لا، ده نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنه الا 50 عاما وقال ربي اني دعوت قومي لا وما توقفش. مش حد بيسمعه بس ما توقفش، مش معنى مش حد يسمعني انا اتوقف. عمال الحق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه مليم سمع مقالتي ثم اداها كما سمع فرب مبلغ او انسانه. يمكن واحد من اللي عبيده افضل مني بكثير جدا، انا ما علي الا ابلغه وبعدين هو يبلغ العالم. ثم لم تسمع الى هذا يا مان، ثم لم تسمع الى قول ابراهيم حين امر الله عز وجل واذن في الناس بالحج. قال كيف يا رب اذن الناس؟ مين؟ هو في ناس؟ دي صح. قال يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا ايه؟ انا البلاغ. امان يسمع ما يسمعش، يستجيب ما يستجيبش. انما كما قال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعرضوا عنه وكانوا كحمر مستنفرة قالت مختصرته وإن كان كبر عليك إعراضهم. تزعل ليه؟ يسمع ما يسمعش، يستجيب وما يستجيبش مش مشكلة. أنت عليك هداية الإيه يا إخوانا؟ اسمها هداية الإرشاد، أنت بترشده. أما هداية التوفيق إلى الإيمان وهداية التوفيق إلى الاستجابة اسمها هداية الاستجابة، لا يملكها إلا الله. ما ملكهاش رسول ولا ملك مقرب ولا الرسول المرسل ولا النبي المرسل ولا ملك مقرب ولا اي حد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله خلق السماوات بلا عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لله مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد كنت أسمعت الحديث هذه الخطبة عن صفة الله عز وجل المهيمن ولكن حدث أمر بقدر الله عز وجل غير الاتجاه وهذا دليل على ألوهية الله أنه يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه حين سئل ذلك الرجل الأعرابي البسيط قال كيف عرفت ربك قال كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بنقض الهمم والعذاب عرفت ربي بنقض الهمم والعذاب يعني الإنسان يكون عازم عزما تاما على أن يفعل شيئا ما وقد أعد له عدته واتخذ له أهبته ثم يشاء الله أمرا آخر وهو الله وما سواه عبيد فلا حول ولا قوة إلا بالله هو الذي يحول العذاب وينقلها هذا سببه حيث كنت أصلي العشاء منذ يومين بسورة المؤمنون كنت أقرأ في قول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فلم يسمع الناس هذا الكلام فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فظلوا في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وفرقت بعد الصلاة بين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وبين الذين ثبتوا على دينهم بين الذين بدلوا وغيروا وارتكسوا بعدما هداهم الله وبين الذين ثبتوا على الدين وعلى العقيدة ثبتهم الله لا بقدرتهم ولا بقوتهم ولكن يثبت الله الذين آمنوا ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله الذي يثبت ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كنت أتحدث
وقلت إن الذي يحدث أمامنا اليوم شيء يبني القلب ويصدع النفس ويقطع الأحشاء من تفرق المسلمين إلى أحزاب وإلى فرق ينافس بعضهم بعضا على لعاعات من لعاعات الدنيا. هؤلاء الإسلاميون هدفهم واحد، دينهم واحد، رسولهم واحد، إذا بهم يقيمون أحزابا كثيرة تداسوا. قد حدث لهم نوع من عدم المعرفة التامة، نوع من الاختلال. وهذا يعني اتجاه إسلامي عمل 5 أحزاب. ماذا كل هذه الأحزاب؟ ماذا كل هذه الأحزاب إذا كان هدفهم واحد؟ ثم إذا هم يتنافسون ويتشاكسون ويضرب بعضهم بعضا بالسيوف من أجل ماذا؟ من أجل كرسي من كراسي المجلس الشركي. فإذا شاب من المغرورين المساكين إذا به يقوم في آخر المسجد هنا ويرفع يده، فعرضت عنه حتى أكمل الحديث فرفع يده، ثم عرضت عنه حتى أكمل الحديث فرفع يده، قلت تفضل ما بك؟ فإذا به يفاجئني بسوء خلق عجيب. يقول لي لا تضلل الناس. قلت له تعال هنا، تعال هنا ونور أنت الناس. فقلت أنا أضلل الناس، تعال هنا أنت ونور الناس، اهد الناس. إذا به يصرف أنت لا تضلل الناس، وإذا به يسري. فما كان مني إلا أن أعطيت له ما كان له من نصيب، وما سأبينه لكم بعد. قلت له تعالى يا بني أبين لك من يضلل الناس، الذي يقول الحق أم الذي يفعل كفعل بني إسرائيل الذين قال الله فيهم لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. مشكلة هي دي، فرق بين اليهود والنصارى، أن اليهود حرموا ودوروا وغيروا مع علمهم، وهم عندهم علم كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك فقد قال العلماء السلف الصالح من ضل من عبادنا فهو مثل للنصارى، ومن ضل من علمائنا فهو مثل من اليهود، واليهود أسوأ من النصارى. اليهود مغضوب عليهم ملعونون في كل كتاب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا. قلت له تعالى يا بني حتى أريك من الذي ضل الناس وتولى الذين كفروا. يا بني تعالى أريك من الذي أضل الناس في العقيدة وحرس الكنائس التي فيها التثليث. يا بني تعالى أقول لك من الذي أضل الناس وهنأهم وقال له كأنه يقول رجل زاني كل زنا وأنت خير، والله إن الذي يهنئهم أكثر من الذي يهنئ الزاني بزناه، وأكثر من الذي يهنئ الله بالواطن.
للناس الحق أم الذين أقاموا بمجموعات تخص الكفر طوال الليل ثم يولون ثم يحضرون مجالس يكفر فيها بالله ويزعم فيه مصورون ويزعم فيها أن المسيح إله وهم جالسون زعموا بإرادتهم لم يضطرهم أحد إلى ذلك. ألم يقل الله في مثل هؤلاء وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أي كفر أعظم من أن يقال وأن ينسب لله ونحن نحرص هذا الكلام ونحن نحرص الفاعلين ثم نعنيهم بفعلهم ونقول كل كفر وأنتم بخير كل زنا وأنتم بخير كل أهل وأنتم بخير لحد فعلت هذا يوما هؤلاء هم الضالون المضلون. فقلت أتحدث اليوم عن اسم الله الهادي الهادي الذي ذكر الله عز وجل في الحديث القدسي الذي ذكرناه في المرة السابقة حين قال يا عبادي كلكم ضال. خلي بالك إياك أن تغتر بعلمك فكم من عالم ضل وكم من فقيه زل. ألم تسمع إلى بلعام بن بعوراء؟ هل سمعتم نبأ بلعام بن بعوراء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا عن بلعام بن بعوراء أعلم بني إسرائيل الذي أتاه الله الاسم الأكبر الذي أتاه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجيب الذي كان يرفع يده إلى السماء فيدعو فيستجاب له من ساعته. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ومجرد ما ينسلخ منها ماذا يحدث؟ يتبعه الشيطان فيكون من الغاوين. انظر إلى مثله في كتاب الله ولو شئنا لرفعناه بها ولو شاء الله لرفع هؤلاء الذين آتاهم العلم بهذه الآيات وبهذا العلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلدوا إلى الأرض ورضوا بلوعات الدنيا وحرفوا الدين. وسنذكر لكم من كلامهم كيف حرفوا كيف كانوا يقولون ثم ماذا يقولون الآن. من الذي يضل أنا أقول له ربما كان تسامح من نفسه وربما رعدوه إلي ليتسافه عليه وأنا أعلم هذه الحركات تماما. أعلم كيف يرسلون مثل هذا السفهاء حتى يتسافهوا على من خالفهم ولكن هذا لا يكون في عقدي أبدا بفضل الله عز وجل فإنهم قد لا يعلموني أو لا يعلمونني فإنني بفضل الله عز وجل لا أتوانى في قول الحق بتثبيت الله عز وجل فإني لم أخف بفضل الله عز وجل من ثورتي ودولتي وجولتي المخلوع بجلالة قدره ورضا فجره وفجره وكنت بفضل الله عز وجل أقول الحق وهم في قمة إجرامهم ويفعل الله ما يشاء. فإن الذي ثبتني أمام هؤلاء المجرمين سيثبتني أمام هؤلاء المضلين. بلعام بن بعوراء وصفه الله عز وجل فقال فمثله كمثل الكلب. ومن عجيب الأمر أن رساما هو مجرم
شيئا عجيبا كأنه قد قرأ هذه الآية. صور أولئك الذين بدلوا وغيروا وحرفوا وزوروا في صورة كلب كما وصفهم الله عز وجل. والمجلس العسكري يركبه ويضع له صندوق الانتخابات في زنارة كما يضعون الجزرة للحمار أمامه، والحمار يمشي والجزرة تتحرك، كلما أراد أن يأخذها تبعد الجزرة، لأنه لا يعلم أنه لن يحصل على الجزرة أبدا، وأن المجلس العسكري لن يعطيهم الجزرة أبدا، إنما يفعل أمامهم هكذا، كلما اقترب منه كلما ابتعد حتى يؤدي منهم ضررا وحتى يأخذ منهم هلكة، ثم يضربهم كما قال الأمريكان: خذوا نسلهم واضربوا وضربوا أدبارهم، فيأخذوا منهم ما شاءوا كما فعل منهم كما قلت جماعة عبد الناصر. صورهم هذا الرسام المسلم هو نفس الأصل أن يصور هذا النوع من الناس ويقصد المسلمين كلهم، ولذلك فهو مسلم، ولكن هذه تنطبق على هؤلاء الذين غيروا وبدلوا وحرفوا وضلوا وأضلوا الذين وضلوا عن سواء السبيل. الله هو الهادي، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستندا، يعني اللي عايز يمشي ورا حد اوعى يمشي ورا حد حي، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما عدد، مش أعظم من العدد الدهوراء، مش أعظم من ذلك المؤذن الذي كان يؤذن دائما فإذا به امرأة نصرانية فتعجبه ثم يذهب إلى خطبتها فيقول له أهلها: إننا لا نخطب بنتنا إلا لمن على ديننا، فيتنصر من أجل هذه المرأة، وكان يؤذن وأقوى الناس أعماقا يوم القيامة، ومن أعظم الأجر يوم القيامة في الدنيا أعظم شرط أن يكون الإنسان مؤذنا. ثم بعد ذلك في يوم بنائه ودخوله على هذه المرأة صعد على السلم الخشبي فسقط فانتصر قبله نصر الدنيا والآخرة. فالله عز وجل قال البشر جميعا، فقال الله: قل فلله الحجة البالغة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقد هدانا ونحن ما زلنا ذر في ظهور آبائنا. اسمع قول الله عز وجل وهو يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. شوف انظر الهداية، هداية قبل الخلق، قبل أن يعني تخلق الدنيا من أي آدم، من أول آدم عليه السلام. يقول العلماء: مسح الله عز وجل على ظهر آدم فأخرج من ظهره كل نسمة ستكون إلى يوم القيامة، فكانوا أمامه كالدار. تعرفين يعني إيه الدار؟ الدار يعني صغار النمل. صور هذه الخلائق منذ أن يخلقنا الله عز وجل إلى أن تنتهي الدنيا كانت أمام الله عز وجل جميعا، أنا وأنت وأبوك وأبي وأبوك وجدي وجدك إلى آدم ثم إلى أمل. فقال له مقررا وهاديا: ألست بربكم؟ فماذا رد هذا الدار؟ قالوا: بلى شهدنا. ثم قال لهم محذرا: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو احنا نسينا الموضوع ده، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، أو أعطوا مخالد أبويا، أو مخالد الشيخ، أو مخالد العالم، أو مخالد الأحبار، أو مخالد الرهبان من الشعوب، انتهى أمره. قال العلماء: لا عذر في التوحيد بالتقليد، أن تقولوا يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية ما كناش عارفين. النصراني يجي يقول: والله أنا ذنبي إيه؟ أنا لقيت أبويا طلعت لقيت أبويا نصراني فتنصرت، واليهودي يقول: لا، أنت ما دمت وصلت وبقالك عقل تفكر فيه العقل مناط التكليف. ما فيش حد أبدا يغرك أبدا، لا، أنت ليك عقل تفكر فيه، والله قد جعل على الحق نورا، لك عقل تفكر به. انت ستحاسب على عقلك وستحاسب وحدك وستوقف ربك امام الله وحدك. يوم يقول: احشروا الذين ظلموا وازواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم
هكذا قف إنهم مسؤولون، كل واحد مسؤول. يوم يقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين. احنا كنا واثقين فيه، بس أنا واثق في الشيخ ما هوش حاجة غلط. بعد الرسول ما فيش حد معصوم. ده ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر اختلف مع نفس المسألة، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له قال أبو بكر، قال أقول لكم قال صلى الله عليه وسلم، قال له قال أبو عمر، قال عليكم يوشك اسمع أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. لا عصمة لأحد بعد رسول الله ولا حتى أبو بكر وعمر. حتى أبو بكر وعمر لما تتبعوا عقلا يشوف صح ولا لا. إنكم كنتم تأكلون على اليمين، يعني أنتم كنا واثقين فيكم. لا، ما في صدق إلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إنكم كنتم تأتون على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وترى الظالمون موقوفون عند ربهم. الضال المضل، الشيخ والتابع، الحق والعبد، العالم والمتابع على البعض. يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا الجهل بالمساكين ورعى رسول المساكين مش هينفعكم بالله. ربنا هداك والى الحجه البالغه. أخذ عليك ميثاق الزرع ثم أخذ عليك ميثاق الفطرة وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجعل في فطرتك شيئا عجيبا، شيئا أول ما يجيب باطل كده يعمل لك نور كده، ده باطل من غير ما حد يقول لك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي استفتي قلبك وإن أفتوك الناس وأفتوك. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الفطرة نور الله في قلبك. بعد فطرة الميثاق ما اكتفاش ربنا سبحانه وتعالى بذلك، فضل منه بذلك جعل لك فطرة تعرف بها الحق والباطل. أول ما يجي الحق ينفتح الصدر، أول ما يجي باطل ينقل. مين دي؟ فضل خاص من الله. ما تقوليش أنا ما أعرفش، ما تعرفش، يبقى أنت في قلبك نار. لقول الله عز وجل عن القرآن قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. في القلب سليم ما فيهوش حاجة يجي على قلبه يبقى هدى وشفاء. طب والذين لا يؤمنون نفس القرآن والذين لا يؤمنون في آذانهم وقع وهو عليهم عمى. سبحان الله. يعني القرآن نفسه مرة يبقى عمى ومرة يبقى هدى، لأن الهدى وعليه الفرق. لأنه تعرف كده هدى إرشاد وهدى توفيق. هدى الإرشاد يعني ربنا سبحانه أرشد الناس كلهم. ولذلك ربنا مرة يقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ وإنك لتهدي، اسمع، وإنك لتهدي إيه؟ إلى صراط مستقيم. ومرة ثانية يقول إنك لا تهدي، مرة يقول إنك لا تهدي، مرة إنك لا تهدي، مرة يقول إنك تهدي، مرة يقول إنك كذب. وفيه دول ما بيهدي، مرة يقول وإنك لا تهدي بالتأكيد لا مؤكدة، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ومرة ثانية يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليه؟ لأنه هو نوعين، الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا وأنت وكل الناس عليهم هو نوع من الهدى الأولاني بس، هو هدى البلاغ والإرشاد. كل الناس سمعت الحق. واحد جاي يقول يعني أنت الناس اللي بتحضر في المسجد يعني دول كام بس 200 300 400 مثلا، ايه الفايده يعني؟ هنقول ايه الناس دي لما هتفهم يعني؟ نصهم ما بيفهمش حاجه ولا كلام، نصهم ما بيفهمش واللي بيفهم ما بيعملش. انت بتعمل ايه يعني؟ يعني ايه هدفك انك انت تقعد تقول مش عارف الناس دي هيحاسبوا انفسهم
ويدعي ان انا بهاجمهم، يعتبر دي مهاجمه، ده الواحد يقول الحق ويظهر الحق في بيهاجمني. انا قلت له يا ابني ايه افهم، انا ليس علي هداهم، انا ربنا سبحانه وتعالى اخذ مني الميثاق ان ابينه للناس ولا اكتمه. اسمعني واحد، اسمعني اثنين، اسمعني ثلاثه، ما يسمعنيش حد. انت يا ابني ما تعرفش الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال فيه ياتي الرسول يوم القيامه وليس معه رجلان. ما حد سمع عليه الاثنين، حد ما سمعوش غير الاثنين، خلاص بقى انا مش هقول لحد، الاثنين بس اللي بيحترموا ما يسمعوش ان شاء الله. وبعدين اسمع اللي بعد كده، والرسول ياتي ليس معه الا الرجل، يقول خلاص انا راجل واحد بس مش هقول له. يا ابني ما تفهم يا ابني، انتوا ما لكم على تذكره المعرضين كانكم قوم مستنفره خضراء من قسوره. وبعدين الرسول ياتي ليس معه احد، الرسول ليس معه احد، يتوقف عن البيان، يتوقف عن الانذار، يتوقف عن البيان عشان ما فيش حد يسمعه. لا، ده نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنه الا 50 عاما وقال ربي اني دعوت قومي لنا وما توقفش. مش حد يسمعه بس ما توقفش، مش حد يسمعني لما تتوقف عن هذا الحق. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. تتوقف؟ لا والله، فلم يزدهم دعائي الا فرارا. واني كلما دعوتهم لغفر لهم من ذنوبهم بيدعوهم ليه؟ يدعوهم ليه؟ عشان يغفر ذنوبهم. لا يقدر منهم اجر ولا شكور، ولكن يدعوهم حتى يهديهم. هم مش فاهمين الموضوع، هم بيقولوا بيهاجمهم، كلهم يقولوا انتوا على الباطل عشان بيهاجمهم، كلهم انتوا بتقولوا اللي ما ينفعهمش وجودهم عشان هو كده بيهاجمهم. لا والله ابدا، ده كده عايز يهديهم. واني كلما دعوتهم لغفر لهم من ذنوبهم جعلوا اصابعهم. اسمع لتعبير القران، هم ما جعلوش اصابعهم، هم الواحد بيضع على المولد جزء مرفوع، ولكن لما نوح عليه السلام اراد ان يظهر انهم مش عايزين يسمعوا خالص، كانه وضع كل اصابعهم كده، وضعوا اصابعهم في اذانهم واستقبل عشان ما يشدونيش وقت عشان كمان، يعني عشان لما يجوا يقول لهم طب هم هيحصلوا ايه؟ يدوهم فاهمهم عشان ما يسمعونيش. طب حصل لهم مش حاصل على الدعوه، هم مش سامعين كده. واستغشوا، انا ما لقيتش اقول لهم ايه؟ واستغشوا ثيابهم، ولا عايزين يشوفوا ولا عايزين يسمعوا. اتوقف؟ كلا والله. تقول يا ابني انتوا مش فاهمين الموضوع. اللي يحضر وما يحضرش ما يحضرش. انا علي الانذار. ثم قلت له من قال لك ان اللي هم اللي بيحضروا بس ممكن يسمعوا. ده ممكن واحد بس حاضر يقول لك 1000 واحد. انا تسمع الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او عمزانه. يمكن واحد من اللي عبيد دول افضل مني بكثير جدا، انا ما علي ان ابلغه وبعدين هو يبلغ العالم. ثم الم تسمع الى هذا يا مال، ثم الم تسمع الى قول ابراهيم حين امره الله عز وجل واذن في الناس بالحج. قال كيف يا رب اذن الناس مين؟ هو في ناس دي صح. قال يضيق عليك الاذان وعلينا ايه؟ انا البلاغ. امان يسمع ما يسمعش، يستجيب ما يستجيبش. انما كما قال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعرضوا عنه وكانوا كحمر المستنفره قالت مختصره وان كان كبر عليك اعراضهم. تزعل ليه؟ يسمع ما يسمعش، يستجيب وما يستجيبش مش مشكلتك. انت عليك هدايه الايه يا اخوانا؟ اسمها هدايه الارشاد، انت بترشده. اما هدايه التوفيق الى الايمان وهدايه التوفيق الى الاستجابه اسمها هدايه الاستجابه، لا يملكها الا الله. ما ملكهاش رسول ولا ملك مقرب ولا الرسول المرسل ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا اي حد. لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على ايمان ابي طالب، فقال له رسول الله عز وجل ابدا ركز في الموضوع ده، انت ما تدخلش فيه. قال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبدايه الثانيه دي مش على حد ولا عليا ولا على الرسول ولا على الملك ولا اي حد يصبها. بدايه الايه؟ الاستجابه. انا ما علي ان الناس تستجيب ولا ما تستجيب، انا ما علي الناس تستجيب ولا تستجيب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حزن جدا مع عدم استجابه الناس. تصور الرسول قعد 13 سنه في مكه، كانوا بالكثره وهم اكثر الناس وخاصه المؤمنين. ولو كانوا بالكثره الكاثوليك اكثر مننا في العالم والنصارى اكثر مننا في العالم
والبوذيين ملايين الناس في العالم. هي مسألة بالكسرة، مسألة من معه الحق. ابن مسعود جاء تلميذه يوما فسأله فقال له: فإن لم تكن هناك جماعة فماذا أفعل؟ قال: كنت أظنك أفقه من هذا. الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، مش بالكثرة. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم حزن جدا من عدم استجابة الناس، صار قعد 13 سنة. طب ده هو عمل من نوح عليه السلام. نوح عليه السلام قعد 1000 سنة إلى 50 عام ما استجابش له إلا بدخول 80 واحد، وما آمن معه إلا قليل، وقال اسمعوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي غفور رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استجابش معاه 300 واحد، فكان حزين. فماذا قال الله عز وجل له؟ ماذا قال الله له؟ قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي رزقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية عشان يقولوا فيها. فلا تكونن تقولي لي كنت أصلا بخط عليه، فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين، الهداية مش لك، أنت عليك الإرشاد والهداية ليك. فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، واللي ما يسمعوش واللي ما يهتدوش واللي ما بيعملوش موتى، والموتى يخشوا والموتى. انما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم اليه يحشرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بمناسبة الإطار والتضليل الواد اللي أهله مرحوم ده، يعني هو لو حتى واحد يجي لنا عشان تيجي تقول له يعني أنت بتقول إيه؟ أنا طبعا سريعا سأبين من يضل الناس. من الذي تحول فكان كعلماء بني إسرائيل، حرفوا وهم يعلمون وزوروا وهم يعلمون. ومن الذي بفضل الله عز وجل ثبت على الحق؟ من الذي جرى وراء لوعات الدنيا والكراسي وبريد الكراسي؟ ومن الذي ثبته؟ الله، لا بفضل منه ولا. لكن قبل ان نبدا عايز أريد أن ننبه الإخوة على شيء مهم جدا. إن إحنا عندنا المعاصي نوعين يا أحبابي. معاصي العظمى والظلم الأعظم والشرك بالله. الشرك بالله. والشرك بالله ده له صفات. لا يدخل عليه النسخ ولا التقييد ولا التخصيص ولا الاستثناء. هنكرر الكلام ان شاء الله سريعا. لا تبيك معلش. الشرك ما يتغيرش من زمان لزمان، يعني الشرك مش النهارده شرك وبكره ما بقاش شرك وبعد كده بعد بكره ما شرك، لا، الشرك شرك منذ ان خلق الله ادم، لا يحله الله لاحد الى يوم القيامه. والتوحيد توحيد منذ ان خلق الله ادم الى ان تقوم اليوم، الى ان تقوم القيامه.
الشرك ما بيتغيرش من آدم لعيسى لموسى لعيسى لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا، الشرك شرك، والشرك لا يشرعه الله أبدا. واسأل، اسمع إلى الله عز وجل وهو يقول: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل كل الرسل: أبعد الشرك الحق بالرسل؟ كلا. فقال الله عز وجل: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ تعرفون عبد الله؟ يقول الله ورسوله وأشرف الخلق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك شرك. الشرك أنواع: شرك في العبودية، في العبادات، وشرك في الشريعة. العبادات يعني ايه؟ يعني واحد يروح يبقى بدوي، زي الولاد اللي كان نمر من فتره راح يقول بدوي بدوي بقى لي 10 سنين بدعيك تديني حته عيل ولا حتتين. طبعا لو قعد 100 سنه تدعيه مش هيديها حته عيل ولا ضفر عيل، لان بدوي ما بيديش حاجه. هذا شرك بالله عز وجل. ومن اضل ممن يدعو من لا يستجيب له الى يوم القيامه. يعني لو قعدت تدعي البدوي لا الى يوم القيامه مش هستجيب له، وهم على عباداتهم ايه؟ غفلون. فده ما يتقبل، ده اضطرار. لا اله الا الله. هذا شرك العباده. طبعا باختصار هذا شرك الدعاء وشرك السجود لصنم وهم اباحوه. ثم شرك التشريع، وده اخطر شرك. ان واحد يجي يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الزنا محرم، يقول لك لا الزنا مش محرم. الربا محرم، يقول لك لا لما نشوفه مجلس الشعب الاغلبيه في مجلس الشعب اذا قالت ان الربا محرم يبقى محرم، اذا قالت ان الربا مش محرم يبقى مش محرم، لان السلطه للشعب. الشعب موجود السلطات. الماده الثالثه من الدستور التي يعملون على اساسها. ده شرك، واعظم الشرك واعظم المحاسبه لله عز وجل. هذا شرك. لا الشرك الاولاني ربنا يقبله ولا يغيره، ولا الشرك الثاني ربنا يقبله. يعني شرك التشريع دوت بتاع مجلس الشعب هو شرك قبل الثوره وبعد الثوره. ما يسموها ثوره. ولغايه يوم القيامه على شرك التشريع أم لهم شركاء. اسمع إلى قول الله عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما في شرك. هذا الشرك ربنا سبحانه وتعالى هو شرك. اسمع إلى قولهم قبل عن الانتخابات وعن الديمقراطية وعن قبل الثورة. هجيب لك طبعا أنا جبت ورق وكلام عشان ترجع له، عشان تقول له اصل احنا ما قلتش ده الكلام ده مكتوب وموجود. هجيب لك اسماء اللي قالوا كده، مين اللي ضل ومين اللي اضل، مين اللي بيضل ومين اللي ثبت. يقول الشيخ سعيد عبد العظيم مشهور شيخ من شيوخه في كتاب الديمقراطية في الميزان قبل الثورة، في فصل حكم الانضمام للأحزاب، قال: وقد أمرنا أن نسمي الأشياء بأسمائها. فالديمقراطية ده كلام هو كلام لغايه دلوقتي بس هم غيروه. ده كان كلام والكلام لغايه دلوقتي. فالديمقراطيه والاشتراكيه مناهج وثنيه كفريه. هذا كلام.
أصبحت دلوقتي مش مناهج الديمقراطية. عبد المنعم الشحات يقول عن الديمقراطية اللي قالوا عليها، هنجيبوا كلام بيقول ايه على الديمقراطية دلوقتي؟ بيقول احنا عايزين قاعد مع وليتين يعني من أعدى أعداء الإسلام، واحدة اسمها سعاد صالح بتدعو إن هي امرأة إسلامية، والمرأة يعني متنمصة تنمص يعني حقيقة ما أعرفش، مش عايز أقول يعني لو نمصة مش هتتنمص بالشكل ده. دي سعاد صالح. والثانية فريدة النقاش متبرجة وقاعد يضحك معاها مصهرة وقت تمام. شيخ من الشيوخ قاعد قدام الناس كلها، وبعدين بيقول يعني أنت كنت بتقعدوا ما حكمكم في المتورطات؟ قال إيه صار؟ قال إيه؟ في الجلسة دي قال إيه؟ قال في أسئلة الأحداث بتلغيها والأحداث بتثبتها. خلاص أنا قاعد أهو على المتبرجات أهو، أنا قلت لها مش هقعد لما ابن المتبرجات قلت مش هقعد مشيت أنا قاعد، ما تسألنيش بقى يحكم على المتبرجات، أنا قعدت فعلا أهو ماشي وقاعد أتكلم معاه. بعدين يقول بقى أيوه هو ده الحاجة اللي إحنا عايزين دولة ديمقراطية. كانوا بيقولوا الديمقراطية إيه؟ وثنية وكفر. شيخ أحمد فريد يقول في كتابه في مقدمة كتابه وقفات تربوية مع السيرة النبوية، انتبهوا لهذا الكلام ده المستوى. من الذي ضل وماذا ضل؟ من الذي ضل؟ ماذا بعتنه يقول لي قدام الناس ان انا لا رمتني بدايها وزلت. وقديما قال الناس في العوام يعني مثل سيء جدا، يعني تكلم العاهرة تدهيك واللي فيها تجيبوا فيه، بس مش الدعاية يعني بس معنى الدعاية هم دول كده. بعتذر انا يقال مثل هذا. طب انتم اهو يقول في مقدمة كتابي وقفات تربوية مع سن والله ما ظلمناهم، وبعدين الكلام ده هيروحوا بيه بعد ده مش قدامنا احنا، ده هذا هيروحوا بيه قدام ربنا احنا وهم عند ربنا، ما بنصوش الدنيا. وعند الله تجتمع الخصوم فيعرف من ضل وأضل ومن اهتدى ومن هدى. يقول في مقدمته عن الانتخابات ولعل تجربة الجزائر، انتخابات الجزائر اللي وصلوا فيها واحدة مش عارف ايه 91%، وبعدين ايه الجيش انقلب عليهم ورافض انتخاب دول الاسلاميه. طيب ما هو يا اخوانا بين كيران في المغرب اخوان مسلمين وعطوا له بتاع ده. ما دلوقتي امريكا عملت في مؤسسه رمض عملت حاجه غريبه قوي. ماشي عايزين لك احنا الناس زهقت بقى من وحش الحسني 30 سنه وقذافي 42 سنه وبن علي 30 سنه ومش عارف مين كام سنه. عايزين نغير وجود الدنيا ويوضوها مش عايزين اسلاميين حبيبات اسلاميين بس اسلاميين بشكل علمانيين. الصوره اسلاميه بين كيران في المغرب قال لك احنا مش هنغير الحاجه خالص وهنغير الحكومه، وبعدين تيجي وانت جاي كده على تونس بتوع المغرب اللي هم طبعا الخمسين برضه قال لك احنا لا هنغير العمر ولا هنغير تعدد زواج ومش عارف ايه، وبعدين تيجي وانت جاي كده على مصر نقول احنا لا هنحرم الربا. دلوقتي مفيش وقت والله. عبد المنعم الشحات بيقول لو كان الربا هيعمل انهيار اقتصادي مش هنحرم الربا. وبتاع حزب الاسرار اللي هو عادل عفيفي بيقول لك ان احنا لو ان الشواطئ التي يتعرى فيها اماكن لها حرمه خاصه، الشواطئ لها حرمه خاصه، الشواطئ اللي يتعرى فيها لها حرمه خاصه. الكلام ده على العربيه يوم الثلاث 3/1 ارجعوا فيه. وبعدين سيد الحسين ان هو عضو المكتب التنفيذي لحزب التنميه حزب العداله الحريه والعداله في الخمس يقول انا عايز يوصل السياح في مصر ل 50 مليون سايح حتى ولو جاءوا عراة. الله أكبر على الديانة. ديانة بدل ما كانت عملية. يقول على تجربة الكذلك المشاهد على أنه طريق البرلمان يعني طريق مسدود لا يوصل إلى المقصود. فعلا حاصل المقصود. وهتشوف مش ناقصين 10 أيام هتشوف لما يعملوا للشعب إن كانوا سيطبقون الشريعة أتعهد لكم أني لن أصعد المنبر هذا المنبر مرة أخرى. يبقى أنا كل الكلام ده انضباط. أتعهد لكم أمامكم لو طبقوا الشريعة كما يريد الله أتعهد لكم ألا أصعد هذا المنبر وأكون أمر رجل ضال وأكون رجل مجرم وأدعو الله عز وجل أن يخذلني من فعل هذا، لأن يعرف حقي بأنهم يطبقون الشريعة. وأنا بقول كده عشان بقول كلامهم عشان أنا
لا ده انا بتمنى ان هم فعلا يوصلوا ل 14 لو 14 خلاص راحت فين واستريح وكلنا نقعد في النص، لكن هم الطريق ده طريق مسدود بكلامهم. اخر حاجه عشان الوقت، معلش ان كنتوا قد يعني اطيل عليكم، ولكن لابد ان تنجبوا كلام الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم يقول في محاضرة بعنوان السلفيون والانتخابات، الكلام ده قبل سنة 2005 قبل الثورة. يقول: والإسلام يرفض الديمقراطية تماما، لكن أهم الاعتبارات لرفض الدخول في مثل هذه الأنشطة الديمقراطية مش المصلحة والأنشطة كما يدعمونها. بيكذبوا دلوقتي يقول لك أصل احنا كنا بنعارض نصيب المصلحة. لا اهو اسمع كلامه اهو في محاضرات السلفية والانتخابات: ولكن أهم الاعتبارات لرفض الدخول في الانتخابات هو الجانب الاعتقادي. أخطر ما في الموضوع هو أن هذا بناء على دين الديمقراطية، حيث أن الشعب يكون مصدر سلطته. هذا كفر، ده كلام كالكفر دلوقتي بقت حلال زلال ينصون وراءها، يقول لك احنا اللي بنضل. يقول كلام: والسلفية بالذات إذا دفعت هذه الضريبة، يعني ضريبة الدخول في الانتخابات، فسوف تفقد أهم مقوماتها. قلت لك أنت فقدت أهم مقوماتكم، وأهم أسباب وزنها واعتمادها واستقامتها على الشرع الشريف، وهذه ضريبة باهظة وقد دفعوها الضريبة الباهظة. كلام كثير والوقت يمر، ولكن والكلام عندي من أراد أن يقوله وصبره أو موجود على النت موجود، لكن أقول: قل فلله الحجة البالغة. اللي ضل الأتباع دول له حكم المضل، ولن يعافيه الله عز وجل من الضرر، ومالوش عذر عند الله سبحانه وتعالى. والكلام اهو، والكلام واضح، وان كنا بنقول 10 ولا بنقول واحد، الواحد يبلغه لغيره، واللي يبلغه لغيره حتى يعرف الحق. قال الإمام أحمد حين أخذوه وضربوه 3 خلفاء يضربوه حتى يفقد الوعي، ويقول له تلامذته مشفقين عليه: يا إمام ماذا يريدون؟ ماذا قال؟ قال: إذا سكت تسكت حتى تسكت كفاية. كل العلماء قالوا، أصل بيقول لك كل العلماء بتوع قالوا الكلام ده، وش معنى يعني بعض الناس الشيخ عمر عشوش والشيخ اسماعيل مش عارف مين والشيخ مين، انتوا بس يعني. طيب ما هو اللي من ايام الامام احمد بن حنبل كل علماء الشافعي وابن معين وكلهم قالوا بفضل القرآن، ما فيش الا امام واحد هو اللي بيفهمه صح. لا قالوا يا امام هل يصح السكوت؟ كلهم اسكتوا. قال: إذا سكت العالم بقية، إذا سكت العالم بقية والجاهل يجهل، فمتى يعرف الحق؟ نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.